السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في كويزين أم سيرين دي زاد. اليوم جيت نحضر معاكم واحد الكيكة اقتصادية هشة طرية. قد ما نحكي لكم عليها كيما يقولوا ما حش نعطي لها حقها، وكي تجربوها أكيد رايحين تتأكدوا بنفسكم وتردوا لي الخبر. باش نحضروا أحبابي هاد الكيكة لازم لنا 4 حبات بيض، عندنا زوج أكياس تاع الخميرة الكيميائية، عندنا لافاني، عندنا كاس سكر كامل يعني معمر، عندنا زيت، شوفوا لي هاد الزيكزاك هذا شوية فوق وبرك، وعندنا كاس ماء مغلي. يلا تفضلوا معايا نحضروا الوصفة مع بعض. الحاجة الأولى نجيبوا الريسيبيون تاعنا هكذا بهذا الشكل. أنا ندني هاد المكونات هكذا باش تشوفوا مليح، ونبداو نكسروه في البيض تاعنا بهذا الشكل هذا هكذا هكذا. نزيدو نحطو قرصة ملح، نضيفو كاس سكر كما قلت لكم يكون معمر. نضربو مليح المكونات هادو مع بعض باش يذوب السكر تاعنا عفوا مليح. نزيد نجيب الزيت ونبدا نضيف غير بشويه. هنا نستعملوا الفويل اليدوي يعني ما كان له الباتر هكذا، ونبداو نضيفوه فيه ونحركو هكذا. هنا بعد ما حركناها مليح نضيفو لافاني هكذا بهذا الشكل هذا، نزيد نكمل نحرك. ودوك نزيد نجيب الماء تاعنا المغلي، يعني نرمو فيه بشويه ونخلطوه يعني بسرعه باش ما يطيبلناش هذاك البيض هكذا بهذا الشكل هذا. انا بعد ما حركناه مليح نبداو نضيفو في الفارينه. نديرو الكاس الاول تاع الفارينه بهذا الشكل هذا هكذا، يعني نغربلوه. نزيد نحط زوج اكياس تاع خميره الحلوى، الخميره الكيميائيه بهذا الشكل هذايا هكذا، ونحرك مليح هكذا بهذه الطريقه هكذا. هنا نزيد نضيف الكاس الثاني، ضفتو يعني هنا راهو ما بانلكمش بصح راني ضفت الكاس الثاني معمر تاع الفارينه هكذا. نزيد نكمل نحرك مليح هكذا. هنا احبابي نزيدو نجيبو نص كاس فارينه، يعني هنا على حسب دايما نشوفو النوعيه تاع الفارينه. هاد نص كاس نضيفوه بالعقل خاطرش تقدر تكون الفارينه تشرب كما راكم تشوفوا. نغربلو نضيفو بالتدريج ونغربلو هكذا، نحرك مليح. هنا انا حطيت نص كاس كامل هكذا، نضيف الباقي كما راكم تشوفوا هكذا، يعني كامل الفارينة دات لي 2 كيسان ونص هكذا. الخليط تاعي هنا يا احبابي راه واجد سي بون، نبقى لي غير نزيد نضيف له مغرفه تاع الخل هكذا بهذا الشكل. نحرك مليح ونجيب المول تاعي اللي كنت دهنته ورشيته بالفارينة مسبقا هكذا كيما راكم تشوفوا. نحط الخليط تاعي كامل في المول
هكذا بهذا الشكل هذايا. وبعدها نجيب لوز إيفيلي ونحطو هكذا، نرشو هكذا من الفوق. وهنايا كل واحد يحط على حسب واش عنده في الدار. اذا ما عندكش لوز ايفيلي تقدري تحطي كاوكاو ايفيلي عادي، واذا وتقدري تخليها هكذاك كامل ما تحطي لها والو عادي، ما رايحش ياثر هذاك الشيء. هنا دوك نزيد نجيب لي بيبيت دو شوكولا هكذا ونزيد نحطهم من الفوق هكذا. وهنا احبابي الكيك تاعي راه واجد، ما بقى لي غير نحطو في الفور اللي كنت سخنته على 180 درجة مسبقا، نحطو يطيب ونعاود نولي ليكم. هنا كما راكم تشوفوا احبابي الكيك تاعي راهو طاب حميمر الله الله كما راكم تشوفوا. اللون راهو كما نقولوا يعطيكم الخبر. هنا نقلبو هنا في التبسي بهذه الطريقة. هيدا راهو سخون، وشوفوا لي هنا احبابي تاني كيفاش طاب حميمر الله الله. هنا راني عاودت قلبته في الطبسي، نقسم لكم هكذا مرسو باش تشوفوا مليح كيفاش خرجت تاني من داخل. صدقوني خرجت روعة روعة روعة، ما عندي ما نحكي لكم فيها عفوا. يعني كي تجربوها رايحين تدعيولي. شوفوا هاد الطراوة حبايبي، شوفوا. وجدوا لي قهوة حليب احبابي، وحطوا لي هاد الكيكة قدامكم وتمتعوا لي بالبنة. هذه هي حبايب قلبي. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتدعموني بجيم وابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما باش يحفزني نزيد نحط لكم وصفات واحد اخرين باذن الله تعالى. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة باذن الله. في امان الله.